راديو شباب. رجعنا مع بعضنا في بلاش نفاق العشرة غير دقيقة باش نكملوا معاكم في موضوع اللي صار يوم الوطني لحرية الانترنت الثلاثة اللي فات، يعني نهارين تالي 13 مارس 2012. حكينا شنو اللي صار في البداية، حكيتوا على يعني اقصاء ليكم يعني كملخص للحديث. نشوفوا شوية في يعني في لي كومونتير اللي جاوا. نيزول برانس قال يا اخي بربي، قال باش نسالكم اللي تقولوه كله يلزم يكون صحيح ومقدس ولا لا؟ كيف توجاني تليفون من عند عادل بن سعيد، هو يخدم في مؤسسة التلفزة، قال لي بربي يوصل الكلام نتاعي، راهو سي ديجا بيان اللي وصلنا هكايا في حرية الانترنت وحرية الاعلام. قاعدين نلوجوا في الثنية نتاعنا بشوية، يعني مش كل شيء باش يجي في ليلة وضحاها. قال اللي تقولوه هذا كل زعما توا مقدس 100% للفيسبوك الاخبار الى اخره. انا وصلت الكلام بطبيعة الحال ليكم انتم، هذا مش كلامي انا وما نتبناهش. اول حاجه نشكر خونا عادل الاهتمام بالحصه. ثاني حاجه بالنسبه زاد هاو كزاد اللي بعث لك كومنتير، هاو قدامك الكومنتير واضح. اظن لي نحن الساعه نطمحوا ديما باش نكونوا الاحسن. دونك راهو ميساج كي تسمعوا طموحاتنا، معناها الثوره جات باش تكسر التابوات الكل، ماذا بينا نكونوا احسن ناس في الاعلام، وهذا معناها دليل انه في المؤسسات الاخرى كي الجزيره نشوفوا توانسه يمثلونا احسن تمثيل. ما فماش علاش اليوم في تونس الاعلام ما يتحولش، ما نقعدوش قطره، معناها نحبوا نحن نطمحوا كشباب عندنا كفاءات باش نجموا. كي نجي انا اليوم تناول اعلامي للحدث، تناول فريمون غير محايد تماما. وقت اللي نشوف نحن ظهرنا صوره لا صوت، معناها الناس تتحرك هكاو عادي، يعني نتسائل ونطالب بحقي في الرد. وقت اللي تجي صورة غير لائقة وتصير تحريف للكلام وقصان كما خونا اعتذر ياخذوا له النص الاولاني وما يعديونيش نحن بالكل، بورتون تكلمنا حتى سكوندا ما تهبط علينا عادي. كي انا نجي ننقد الاعلام هذايا في الوطنيه، فبديهي جدا انه اليوم من حق كل تونسي يحب اعلامه يعبر عليه، يحب يشوف كل الاطياف موجوده، سياسية ولا ايديولوجية ولا اللي هو موجودة في المشهد الإعلامي. مش تحط الوطنية اللي هي على اسم الوطن تكون مرفأ من المفروض للتوانسة الكل، مش يقتصروا على جانب دون الآخر. فهذا هو ملاحظاتنا، معناها من أبجديات الإعلام أنه يحط كل الموزايك متاع اللي صار في الحوار الكل جميع الاطياف يعديها بصوره تكون نزيهه وموضوعيه. باهي، موضوعنا مش الاعلام، هو باش نرجعوا نحكيوا على الاحداث اللي صارت مروان على اليوم الوطني لحريه الانترنت. قلت قبل الاغنيه رده الفعل نتاعكم كانت يعني مصدر معناتها انه برشا ناس اللي ما حبتهاش ردة الفعل نتاعكم، كيفاش قمتوا تصيحوا وتعيطوا بالصواب هكا وكيفاش تكلموا. هذا كلام الناس بطبيعه الحال، بعض الناس ما عنديش احصائيات هنا، لكن بعض الكلمات اللي سمعناها. تحب نحكي على هذه ولا نجاوبك على الوطنيه قبل؟ شيمنا في الوطنيه تو، ماهوش موضوعنا الوطنيه. جوابنا لو باش نعملوا احصائيات يظل لي اغلب الناس، اغلب الغالبيه الساحقه نتاع الناس وحتى نتاع الحضور، حتى نتاع الحضور متفاهمه ردة الفعل العادية نتاع 3-4 من الناس، ما عندهمش حتى حل آخر اللي هما إلا الاحتجاج بالطريقة ذيك. كما في أي برلمان في العالم، في أي برلمان في العالم لما تلقى غالبية ساحقة ولما تلقى أقلية يبالغوا الناس في قمعها وفي اضطهادها وفي كتم صوتها، بطبيعة باش تثور وباش تحتجوا. ونحن الحمد لله لما احتجينا ولما قمنا ما فما حتى اعتداء لا مادي لا لفظي لا معنوي، بالعكس نحن تعرضنا من الناس اللي لا يزي خرجت على الموضوع. ومن بعد في الصفحات مروان انت كنت تقول فما حتى اعتداء لفظي، يعني راهو حتى لو فات انك تصيح على انسان يعتبر نوع من انواع الاعتداء. احنا ولينا تو كي نحكيو في تونس ما فما حتى اعتداء، مظاهره تعديت من غير حتى اعتداءات، درا شنو تعدى اعتصام من غير حتى اعتداء. حتى لو فات انك تصيح راهو على انسان يعتبر مس على الاقل من شخصه، باش ما نهولوش الامور وما نقولش مس من الكرامه نتاعو ولا نعطي كلمات كبيره ياسر، مس على الاقل من شخصه. بصراحه ما تراوش عبد الرحمن ومروان وحاتم انه رده الفعل نتاعكم كان مبالغ فيها اكثر من اللازم. حاتم حسب ما ريت في السيكونس كان طلب الكلمه بكل هدوء، على حسب ما فهمت من القسمات نتاع وجهه انه الكلمه كانت جايه هكا ولا هكا. ما تراش انه استبقتوا انكم قلتوا لي قبيليك احنا باش ناخذوا دقيقه ولا دقيقتين. لا قبل الفيديو استبقتوا يعني معناتها الاحداث. قبل الفيديو انا واحد من الناس طلبت الكلمه بعد المداخله الاولى، طلبت الكلمه واضح، قال لي لا استنى حتى يكملوا الحضور الكل. تعرفش معناها الحضور الكل؟ معناها ساعه ونص ونحن خارج النص.
إذا المحاضرة الثانية بدأت على الحرية الجنسية، الله أعلم الثالثة والرابعة وين باش نوصل. معناها هذاك علاش كانت ردة الفعل، وطلبنا استنى فاحتاجينا فترة اني ردة فعل عادية ردة فعل عادية وعادية. عبد الرحمن عندك الكلمة. والله انا باش نتسائل ديما العباد تطلب منا كيفاش نتعاملوا. اعملوا هكا باش تتسموا حضاريين، ما تعملوش هكا باش ما تسميوش حضاريين. انا نتسائل عبد الرحمن مش لازم نحكيو شنو تقول. لا انا باش نحكي معناها انت تلوم في الناس شنو اللي يقولوا لك، وانت زاده ساعات كمدون ولا ساعات يعني اي انسان تنصح الانسان الاخر وتقول له اعمل هكا. كله هذه هي الاختلاف. لا انا اللي باش نقوله، خلينا نكمل كلمتي لحظه. هذه هي حريه يعني الاختلاف، كل واحد يختلف، كل واحد عنده الافكار نتاعو. بطبيعه الحال هون انت عندك حق الرد. قول انا الرد. انا باش نجاوب. انا باش نقول فما عباد تقول لنا هكا، هاني باش نجاوبهم. انا نجاوبهم نقول لهم راهم مش ديما ردة الفعل نتاع الصمت تكون ناجحة. واضح. احيانا يلزم ردة فعل بطبيعة في اطار اخلاقي، مادام ما خرجناش من الاخلاق تكون ردة الفعل بارزة وظاهرة بطريقة معينة، تكون هذيك هي الحل. مش ديما الحل في انه الانسان يسكت ويخرج. وحاجه اخرى، راهو ما لازمناش نكونوا يوتوبيك، رانا عباد معناها رانا ما يسالش، راهو نجموا يصير دي بوردومون، ما كومش معصومين. لا ويصير دي بوردومون تو انت تحط روحك في كونتكست كامل. اللي ينقد ما لازموش ينقد هكاكا هو في فيسبوك، ما لازمو يعرف الحيثيات نتاع اللي صار الكل. بدينا نحن ديجا من الاول حكينا، قلنا رانا من الاول متوقعين يجيو اصحابنا الكل، هذا ما صارش. ثاني حاجة شفنا كما قلنا معناها ناس المدونين فقط، في حين هو يوم وطني الانترنت. حاجة ثالثة طلبنا واحد يمثلنا بوديوم، ما صارش. من بعد نقعد وقاعدين ونستناو باش يعطيونا الكلمة، لوقت هما ياخذوا أكثر برشا وقت. ومن الفوق من بعد تولي مواضيع حرية الجنسية، حديث ماهيش في الكونتكست، ويحبوا معناها العباد تكون كلمة دين الفاضل نقدم كتفين يدينا. سي نورمال معناها العبد لازم كمان يبين كما قال لك هو معناها ذي تصير حتى في برلمانات، تصير في مواقف انك لازمك تبين رفضك. وكان ما صارتش الحكايه ذيك وقعدنا مكتفين يدينا، راهو ساعه تعديت نابيرسيو، راهو حتى حد ما فطن بينا ولا وصلنا كلمتنا ولا اليوم معاك. هو على فكره هو حتى كان تصوروا كان خذينا بعد في الاخر. حتى وسائل الاعلام هي صارت الحكايه، وسائل الاعلام ما وصلتناش صوتنا. فبالك اذا كان بعض وسائل الاعلام اي بعض اي بعض وسائل الاعلام خاصه المرئيه معناها بالنسبه لنا احنا، خاطر المسموعه ما ريناش، اما المرئيه وصلت الحكايه بطريقه مغايره، جمله فيها تحريف كبير معناها. فهم بالك اذا كان معناها استنينا وقعدنا. عثمان خميس بعث لك على الفيسبوك قال لك شوف خويا حاتم المدونين هذم يعني اللي حكيت عليهم قبيله اللي احتكروا الكلمه باش يدخلوا البلاد في حيط بالاخبار الزايفه نتاعهم، اما بطبيعه الحال فما شرفاء وفيهم للاسف فاسدين. شيماء نبليه تقول سي دونجورو في بالي بريزيدونسيال يحكيوا على ناقصات عقل ودين وختان وحريه جنسيه، يعني نساو القضايا الاساسيه والمشاغل الاساسيه من فقر، من ميزيريا، من بطاله، من سيكوريتي سوسيال، وبدينا قاعده باقي فما وكانه تحويل وجهه للمشاغل الاساسيه للبلاد. وديما نقعدوا نحكيو في الكونفلي ديديولوجي، في التضارب الايديولوجي اللي تعيش فيه بلادنا واللي تعيش فيه البلدان العربيه. في الاخر ديما نقطه استفهام من المستفيد من هذا الكل. مروان انت عندك كلمه؟ اي انا عندي كلمه بالله. المدونين هذا راهو حتى انسان ما ينجم يشكك في العمل اللي قاموا به قبل الثوره وفي الثوره والى حد الان برشا منهم معناها ماشيين في نفس السياق. ماهيش المعركه كما يتصوروها عباد بين مدونين وبين صفحات فيسبوك وبين خلفيه وبين خلفيه اخرى. لا، قال لك من لم يشكر الناس لا يشكر الله. نحن اي انسان قدم 1% للثوره هذه معناها نقعدوا نغزروا له بها ونقعدوا نقدروه ونحترموه عليها. فما عندناش حتى اشكال نحن، وبالعكس نحن لما مشينا وكان الهدف ان نتعاونوا الناس الكل حتى نرجعوا الثوره للمسار نتاعها الصحيح. وغزلي وحاجه اخرى، ما لازمناش راهو نكونوا ملكيين اكثر من ملكيين. انا نقول للجماعه وباش نجاوب الاخ زاد فكرني على حكايه البيان نتاع الرئاسه، ماذا بينا نرجعوا له. تشوفوا حتى البيان لا بوزيتيفي اللي صار معناها شافها اللي هي نقطه ايجابيه. راهو ما يسالش، رانا عندنا اكثر من 50 سنه القصر نخافوا حتى نغزروا في جوجل ايرث، نخافوا حتى يعني وصلنا لدرجه نتاع خوف. ما يسالش كل يوم في القصر نكسروها راهو القصر نتاع الشعب،
راهو ماهوش نتاع رئيس، راهو كالقدسيه كسر شنو وضح كالتابوات نتاع انه قصر ما نبداو فيه نصفقوا والكلنا فرد نغمه وكل موجه الناس الكل فرد. ليه ما يسالش، نحن موجودين باش نختلفوا. واليوم كان رئيسنا وافق على شيء هذا، مانيش ناس في القف على خاطر هو بيدو معناها نلوم فيه كيف ما قعدش معنا، المفروض راهو قعد وراهو سمعنا وساهمنا باش هو يكون غاديك. ولكن سي تري بوزيتيف اللي خرج البيان، يعني هو بيدو قال انه هذا جو ديمقراطي ولازمنا نتعاودوا بمناخ الاختلاف وما نخذلوليش كان كارثه عادي، يعني يصير انه الانسان وذيك الحاله الصحيه. يعني خلينا نقرا شويه منه البيان، حتى بيان صفحات الفيسبوك الثوريه. لا نحكي على البيان الرئاسي من بعد كانت نجم تشوف. هذا فما بيان واحد اخر، هذا البيان نتاعنا نحن تبعا لما ورد في بيان رئاسة الجمهورية بتاريخ 14 مارس 2012 المتعلق بأحداث اليوم الوطني لحرية الإنترنت. نحن صفحات الفيسبوك الثورية إقرارا لما جاء في البيان من تدعيم للمسار الثوري لمشرفي هذه الصفحات واستنكارا للتعتيم الإعلامي وحرصا منا على تنوير شعبنا وتبليغ مواقفنا، نوضح النقاط التالية: استنكارنا الشديد تغييب صفحات الفيسبوك الثورية. باش نلخص هنا زاد فما مشكل زاد تكريم ذكرى زهير يحيوي كما قلنا شهيد اللي زاد يعني يظل التكريم هذا يتعدى، يعني تعدى مرور ما نجمش نقول مرور الكرام خاطر يعني لانه ليس كرام، لانه خاطر يعني شهيد يعني على الاقل يكون تكريم في حقه. لهذه الأسباب قررت مالي مساندة جميع الصفحات الثورية للموقف الذي اتخذه نشطاء الفيسبوك في اليوم الوطني لحرية الإنترنت بالقصر الرئاسي، الذي كان من المفترض أن يكون يوم لوحدة الصف ولا لتفريقه بالتطرق إلى مواضيع تثير النعارات وتشتت الشعب التونسي. التنديد بما وقع لمشرفي الصفحات الثورية من تجاهل واستبعاد وإقصاء متعمد. يعني تقريبا هذا هو الملخص واهم النقاط اللي رجعتوها في بيان صفحات الفيسبوك الثوريه. فما بيان اخر قلته اي وحاجه اخرى، فما نقطه اخرى اللي نحن نتصور يشبه له البيان الاخر. البيان الرئاسي هو حابين نبينوا حتى الموقف نتاع الرئاسه كان موقف انه فعلا فما اعتراف ضمني انه صار خطأ، وأنه المشرفين والتناول خاصة الإعلامي كان فيه مسيء، وهم استاءوا باللفظ، يعني قال أنه مستائين جدا من التناول الإعلامي للحدث، وأنه هذه حاجة بوزيتيف، وأنه كان المفروض أنه يتم تشريك الطيف الكل متاع المدونين والجرائد الإلكترونية والصفحات الفيسبوك. هذا الموضوع معنا اتفقنا فيه. النقطة اللي حابين نشير لها اللي المستشار الثقافي سي وسام التليلي وذكرناه داير في البيان متاعنا بالاسم، اكتشفنا معناها مثلا الأخ أمان الله المنصوري المشرف الرئيسي على صفحة الحقائق الخفية تم إبعاده عن قصد. يعني كي نرجعوا للبلوج نتاع الشخص اللي كان موجود جولانار جكروا الاسم نتاع البلوج نتاعها، هي موجود في البلوج نتاعها وتقول انه طمنها معناها الشخص هذا المسؤول معناها اللي هي تعرف الله اعلم معناها شكون، لكن المكلف بهذا كان سي وسام التليلي، انه طمنها سي امان الله المنصوري مش باش يكون موجود. وهذا كان نهار الاثنين، وهذا كان نهار الاثنين معناها من قبل، الوغ كو نحن لاخر وقت يقولوا لنا انهم كلهم موجودين. هذاك علاش قلنا فما تغييب متعمد، وشفناه هذايا وقت اللي دخلنا ورانا مانيش ضد المدونين. تو هو مقبليك كأن الكل لا، نحن مع المدونين وحتى مع الجماعة اللي كانوا غادي، لأنه تونس اليوم واجب أن تكون لكل التونسيين. تونس لن تتقدم بطيف على حساب الآخر، لازمنا نحيوها الحكاية ثم. لا أحد يمتلك الحقيقة، هي الحقيقة الكلية كان بيد المولى سبحانه. التوانسة كنا عندنا الحق اليوم نتكلموا، عندنا الحق نثريوها المشهد هذايا، وفي اختلاف الآراء وفي تلقحها غادي تتقدم البلاد. إذا كان باش نرجعوا العهد بن علي، اللون الواحد والصوت الواحد والرأي الواحد، راهو عمرنا ما باش نتقدموا. دونك سو جور لا ايتي اون اوكازيون باش نبينوا اوبورتونيتي، رانا توانسة نجموا نتفاهموا بعضنا في كانف الاحترام دون إقصاء، على خاطر عانينا منه ويكفي اللي عانيناه. العقد عقود مدة عقود. حتى كي نشوفك تحكي كيما نقول مش نفس الشخص اللي في ريتو في السيكونس فيديو، يعني ظاهر معناتها انسان كما نقولوا خرج من سينتو. فما شكون معاكم بطبيعه الحال، ما تقعدوش تشوفوا زاد كان في الناس اللي ضدكم، ومن حق انه ناس تكون ضدكم، راهو ارضاء الناس غايه لا تدرك في الحقيقه. فادي شريف يقول بون موا نحب نفهم جو في كومبروندر شنو هي اهميه الحريه الجنسيه في حياه التونسي اللي يخلص 120 دينار وعنده 3 ولا 4 صغار، يعني ما هيش حاجه مهمه برشا. عبد الرحمن اليحوي يقول انا نحيي الاولاد اللي وقفوا المهزله هذه اللي صارت في قصر قرطاج، والعباد قدام العباد اللي تحكي باسم الثوره وهما
راكبين على الثوره. بطبيعه الحال هذا كلام يرجع كان للناس اللي قاعدين يبعثونا في الكومنتير على الفيسبوك. مازلنا باش نكملوا معكم حتى ل10:30 الاولاد. وقعدوا معنا عبد الرحمن بخاري ومروان جده وحاتم بريك لي بلوجر اللي كانوا حاضرين في قصر الرئاسه بقرطاج يوم الوطني لحريه الانترنت نهار 13 مارس. نسمعوا توا الشيخ امام يا شعب يا روح الخلود.